السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. معاكم رامي محمد. أنا بشكر الناس اللي بتتابعني واللي بتشاركني واللي بتنتقدني في نفس الوقت، بس طبعا الحمد لله يعني مع الوقت ما عادش في انتقاد. يعني كانت في البداية الموضوع كان صعب، ومع الوقت ومع الاستمرارية ومع المتابعة ومع الناس اللي بتسأل، أنا كل الناس اللي كانت بتنتقد ابتدت تتكلم وتحكي وحابة تعرف أكتر. وفي ناس يعني كانت كلمتني قالت انا كنت بحاربك اول واحد وفجأة زرعت تين شوكي. فهي دي من ضمن المميزات ان يخلي الواحد يستمر. الفكرة بقى من تصوير الفيديو في الوقت ده بتاريخ 5/8. المزرعة دي اللي كنت بنشأها وفرجتكم عليها ساعة التأسيس من حوالي 6 شهور. تبارك الرحمن. زي ما انت شايف كده، برضو في شوية حاجات هقول لك عليهم في الفيديو. يعني انت شايف في الفيديو في نجيلة. طبعا الموضوع مش عقبة، عشان في واحد يقول لك انا ما زهقنيش الا غير الحشائش. مفيش عقبة في الحشائش. الحشائش كلها مرشوشة اهي وميتة. فانت ما عندكش مشكله، المبيد بقى موجود، تقدر تقضي على الحشائش نهائي. والتينه تبارك الرحمن شكل اخضر وشكل شيك. زراعه 3 في 5، ودي اسمها الزراعه 3 في 5. وده نظام الكتف اللي بيعادل سواء الكتف ورقتين او 3 ورقات، او تزرع 3 ورقات مفردين جنب بعض. ده طريقه الزراعه. انما كتين شوكي انا طبعا مش عايز اتكلم على التين شوكي، وانتوا عارفين يعني الناس اللي بتتابع السوق اللي يقدر يكلمك دلوقتي على التين الشوكي. عارفين التين الشوكي ومكاسبه ومصاريفه. طبعا انت من ضمن الاسئله، انا ماشي في المزرعه الجو حر جدا. طب حر ليه؟ اقول لك ليه يا سيدي. اولا تين الشوكي ده صايم الصغير قدامك دي بقاله كده ما ترويش، بقاله حوالي شهر، وممكن يتروي كمان 10 ايام. ده صغير لسه، ده عمر 6 شهور. يتروي كمان 10 ايام، وممكن يتروي كمان شهر ونص. هو ده المكسب. لو تبص لتكلفه الري مع نظافه الحشائش دي اللي انت رشيتها وقضيت عليها وما عادش فيه مصاريف ولا فيه تكاليف، تلاقي نفسك انت بتزرع زراعة المستقبل، والزرعة اللي تمشي مع الظروف في الوقت الحالي. هو التين الشوكي. انا مؤسس لك مشروع شبكة ري على اعلى مستوى وافضل الخامات، تمام، مع الارض مقلوبة بحفارات، مع زراعة، مع خدمة، مع اهتمام، ومع تربة. سعر الفدان يتراوح من 700 ألف لمليون جنيه، ومزروعة ومتأسسة تين شوكي صح كمان. يعني أنا بأسس يعني زراعة صحيحة اللي هي مقاسات 3 في 5. تاني حاجة، أنا واخد المزرعة دي بعقد استثمار، يعني مش ملكي. أنا واخدها بعقد استثمار إن أنا فترة طويلة لمدة 15 سنة إيجار، ومؤسسها بنفس الفكرة والتصميم والزراعة. طب الناس هتيجي تسألني سؤال، هو أنت يا عم رامي بعد ال 15 سنة مش بتسيب المزرعة؟ بسيب المزرعة، أو ممكن أجدد العقد، أو ممكن أجدد العقد. انت في تخيلاتك لما تبقى واخد مزرعه ايجار وبتاسسها بالمنظر ده تين شوكي، وتصرف عليها وتسيبها بعد 15 سنه، هل هتقول الراجل ده عبيط، ولا الراجل ده بيكسب، ولا الراجل ده ما بيكسبش؟ لا يا سيدي، انا بكسب وبتراضى. ولما بسيبها بكون زعلان جدا. مش زعلان، لا، انا لميت كل فلوسي وكسبان خير تبارك الرحمن منها، وكنت مستعد اقبل اجدد باي سعر. ده اللي احنا بنعمله في المزارع اللي احنا بنسيبها دلوقتي وبندور على غيرها وبنجددها، تمام. فانت اقتنع ان انت لما بتشتغل في حاجة صح وبتتعامل مع الناس الصح والناس الناجحة، والله هتكون دي بدايتك الصح. ان انت بتختار الاشخاص وتختار الزرعة وتختار الطريق، ودايما حاول تتعامل مع الناس الناجحة. دايما خلي تعاملاتك مع الناس الصح. هتلاقي نفسك بتأسس مشروعك بنجاح في الزراعة بالذات. الزراعة بالذات توجيهات والمشاريع. انا لما بجيلي عميل، السلام عليكم يا باشمهندس رامي، انا عايز ازرع تين شوكي، لما بجيلي انا شخصيا انا بكون فرحان، وهو كمان بيكون فرحان. انا بكون فرحان ليه؟ رغم انا باجي في ساعات بلف كتير وبتبهدل معاه في الشمس والكلام ده كله، بس بكون فرحان ان العميل بيشوف اساسيات الصح، بيشوف الاساسيات اللي هيمشي عليها. مش واحد يقول له لا اعمل كذا يا عم ده تين شوكي، لا يا عم تعالى شوف الشغل، تعالى شوف التأسيس، تعالى شوف النظام.
تعال شوف ازاي احنا بنقضي على الحشيش بكل سهوله، اللي هي عقبه بالنسبه لك، اللي انت مفكرها عقبه. تعال شوف ازاي احنا نقدر ندير مساحه 60 70 فدان بكل سهوله، ولا نتعب ولا نشغل بالي. انا باجي هنا كل فين وفين على فكره، المزرعه دي كل فين وفين. يعني في ناس بتيجي معايا الغفر اللي ماسكين المكان في ساعات بيستغربوني، يعني في ساعات لما بيتغيروا الغفر يستغربوني بسبب قله المجيه. فاذا انا بزرع الزرعه اللي تناسب وقتي وتناسب ظروفي وتناسب سفري وتناسب شغلي وتناسب حياتي الاجتماعيه، فانا بتناسب مع الحاجه اللي تمشي معايا. انا بوريك على الطبيعه الفيديو، طريقه الانشاء، تكاليف، طريقه الزراعه الصحيحه. انا بزرع 3 في 5. في ناس بتضحك، طب يا باشمهندس الزراعه 3 في 5. انا باسس لنفسي 3 في 5. نرجع لنقطتنا الثانيه. طب الراجل اللي بعد ما صاحب المزرعه لما بيستلمها بعد 15 سنه، هل يقدر يجدد لك؟ في حاله ان انا وراجل انا بتعامل معاه كويس والراجل بيتعامل معايا كويس، بيجدد لي، يجدد لي عقد تاني مثلا 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين، سنتين، سنه واحده. انا عارف مزرعتي بقى وخادمها، فعارف ايه الدنيا فيها، بقبل اي سنه منها مش هتفرق. بعد عقد 15 سنه، طبعا عقد 15 سنه انت سؤالك كالاتي: انت بتلحق تكسب امتى والكلام ده كله. بص يا سيدي، انا دايما متعود في قاعده في التين الشوكي، ان التين الشوكي يعني المزرعه دي تبشر معايا السنه الجايه، تاني سنه تيجي بمصاريفها، بسبب ان انا مشغلها صح ومنظمها وخادمها. طب تالت سنه تديني عائد تجاري ومجزي. طب رابع سنه تديني سعر الفدان ممتاز، عائد ممتاز. طب خامس سنه يا عم رامي، انت صرفت سنه اولى وانشأت ودفعت ايجار، وسنه تانيه يا دوب جاب مصاريفه يعني ما جابش ايجاره. السنه الخامسه في الايجار انا باخد السنه الخامسه كل راس مالي في الاراضي الايجار اللي زي دي الاستثمار ده، باخد كل راس مالي اللي انا حطيته في السنه الخامسه. ابتدي 10 سنين اكسب، اخد مكاسب، كل ده مكاسب. تدفع ايجارها هي، تدفع مصاريفها وتكسب، تدفع ايجارها هي وتدفع مصاريفها. يعني انت من الاخر ال5 سنين اللي انت حطيتهم في الارض الايجار دي او الاستثمار، انت واخدها بعد استثمار، انت حطيتهم لمجرد 5 سنين، وبعد ال5 سنين يدوك 10 سنين مكاسب. هي دي الفكره. طب بتاع الملك السنه الرابعه لو ارضك ملك بتاخد مصاريفك كلها بالكامل، وتبتدي تاخد خير مدى حياتك وحياه التيم في ارضك بس. فانت تنشأ مشروعك بالطريقه دي. وبالاساس طبعا المسافه طويله يا جماعه، انا هصور لك كده من بعد دلوقتي مسافه طويله جدا، فانا حبيت اتسلى معاك في الفيديو. طبعا انا مش عايز اتكلم في نقطه السوق في الفيديو ده، لان حكيت كتير في السوق. لكن لو اتكلمت في السوق لا، الكلام بقى كتير السنه دي خالص وارقام جامده خالص. فانا هسيبك تسال انت في السوق براحتك، تسال براحتك. فانت السؤال اللي انا بطرحه عليك دلوقتي: انت عندك ارض سايبها فاضيه ليه؟ انت عندك ارض سايبها فاضيه ليه؟ ازرع فيها زرعه زي دي هتناسبك، تمشي حتى انت فلوسك على قدك، هتمشي امورك، تلاقي نفسك بتستصلح وماشي صح. بس ما تسيبش ارضك فاضيه. خش على بتاع اللي بيزرع زرعه فنقول يا ريتني ما زرعته. اسمع كل ده وتابع الناس دي. وزي ما انا قلت لك، خد الكلمه دي حطها في ودنك: اتعامل مع الناس الناجحه. يعني فكك من الكلام والشو والحوارات، تعامل مع الناس الناجحه. ايه هم الناس الناجحه؟ اصحاب المشاريع الناجحه، مش اصحاب الكلام واصحاب الحوارات من دي، اصحاب المشاريع الناجحه. تمام يا سيدي، انا اديتك شويه معلومات. وادي المزرعه انا لسه ناشئها بقالها 6 شهور. حبيت انزل لك كده المستوى من مزرعه 15 سنه و16 سنه لمزرعه 6 شهور، عشان تشوف الطبيعه اللي احنا كل سنه، مش انا لوحدي، انا بجدد لنفسي كل ما بلاقي ارض فاضيه بزرعها تين شوكي. بس ادي دي مشاريع وانشاءاتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتكون دي خطوه ليك ان انت تبدا تشتغل، وما تعديش سنه في الايام اللي احنا فيها دي فاضيه من ارضك. استغل اي حاجه في ارضك. تسالني سؤال: طب انت ساب الارض فاضيه؟ انا زرعت جزء والجزء التاني ما انزرعش، يعني اللي هو محاصيل زي الفول والكلام ده كده في وسط التين، وما زرعتش. مش محتاج الموضوع، مش محتاج الواحد يكلف نفسه يعني مجهود. انا ضريت
واحد بيسالني سؤال، قال لي انت اكتر فتره بتبقى واقف فيها فتره الحصاد؟ قلت له تمام. قال لي ما بعد الحصاد؟ قلت له برتاح في بيتي. وما قبل الحصاد؟ قلت له برضه برتاح في بيتي. قال لي اذا انت بتتعامل مع حاجه هي السبب انها مريحك. هي مريحاني في بيتي فعلا، خلاني واخد بالي من بيتي، من اولادي، من حياتي، مش واخده وقتي كله، مش هلكاني، فانا شغال عليها وماشي الحال تمام فيها الحمد لله. فانت نفس الطريقه ونفس الفكر، فكر واشتغل ومترجعش لورا. انا بعرض عليك مشروع انا بنفذه. انا بعرض عليك مشروع انا بنفذه زي ما انت شايف كده. انا مشروع ده انا بنفذه، مش لمم لك شويه لوح وقاعد بوم قدام البيت واقول لك ازرع تين شوك وانا ما عنديش اساسا منه. لا، انا بعرض عليك مشروع انا بكسب منه. فانا عايزك تستفيد وعايز امورك تمشي، تلاقي نفسك تنجح تمام. شايف؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. دي مزرعه 6 شهور. دي يرجع لايه؟ يرجع ان انت ماشي بنظام وبتخدم. ايه الخدمه؟ هم شويه السباخ البلدي وتنظيم ميعاد الري. شويه السباخ البلدي ده عنصر مهم جدا للتين الشوكي. انجح عنصر للتين الشوكي هو السباخ البلدي. يعني انا دلوقتي قاطع ميه، هو دلوقتي شغال على السباخ البلدي، محتفظ بميته وبغذيه ومديله اللون الكويس والشكل الكويس. صور لك باشا، انا مش همشي المسافه دي كلها، يعني لسه يعني في ميل طبعا تحت، فالمسافه طويله شويه زي ما انت شايف كده. فربنا يبارك، خلي غيرك يستفيد من الفيديو. انت ما عندكش ارض وغيرك عنده ارض، فيده، خليه يشوف الفيديو ويشاهده، هيفرق معاه كتير والله. وهتكون دي خطوه ليه صح. ننقل كده مع بعض زي ما انت شايف كده. مزرعه لسه ان شاء الله دي السنه الجايه هفرجك فيديو فيها عالمي. يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.